هذه 4 مسائل متعلقة بيوم عاشوراء، وبإمكانك أن تختبر نفسك من 4 في هذه المسائل ال4. المسألة الأولى أن المشركين كانوا في الجاهلية يصومون هذا اليوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في ذلك الحين. المسألة الثانية أن المشركين في الجاهلية كانوا يسترون الكعبة في هذا اليوم، وذلك من تعظيمه وتقديسه. لكن هنا قد يسأل سائل ويقول: لماذا كانوا يعظمون هذا اليوم بالصوم وستر الكعبة؟ الجواب أنه ربما يكون من بقايا ديانات سابقة، كما ذكر ذلك بعض شراح الحديث كالقرطبي في المفهم، وبعده الحافظ بن حجر في فتح الباري. المسألة الثالثة أن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم، وهنا قد يسأل سائل آخر ويقول: لماذا كانوا يصومون هذا اليوم؟ الجواب هو أن هذا اليوم يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، فهو يوم عظيم من أيام الله عز وجل. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومونه وسأل عن ذلك، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وذلك من أجل مخالفة اليهود. لكنه عليه الصلاة والسلام توفي في تلك السنة ولم يصوم التاسع مع العاشر. المسألة الرابعة أن الصوم في هذا اليوم يكفر السنة التي قبله، وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذا يدل على أن الأفضل أن المسلم يصوم اليوم التاسع مع العاشر. وأما حديث ابن عباس: صوم يوما قبله ويوما بعده، يعني اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فهذا حديث ضعيف لا يثبت. لكن لو أن المسلم صامه فلا حرج عليه، لأن صوم هذا الشهر مستحب بشكل عام.